افتكروني هرميه، ده انا هعمل احلى واجمد وصفة بيه. عروق الكرنب او مكدوس الكرنب. هنعمل النهاردة وصفة خطيرة، سهلة سهلة وبسيطة، بس طعمها خطير، واهم من طعمها ان هي فيها قيمة غذائية عالية جدا ومغذية جدا. تعالوا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عشان نكسب اجر انا وانتم. صلوا على النبي في الكومنتات. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنعمل مع بعض مكدوس الكرنب او سموها سلطة كرنب او مخلل الكرنب. كان عندنا كرنباية بقى، طبعا الشتاء دخلت علينا. كل موسم وانتوا طيبين والكرنب بدأ يحلو ويبقى مسكر كده ومعسل. عملت الكرنباية، طب العروق بتاعتها هنرميها؟ لا طبعا، هاخد عروق الكرنب زي ما انتوا شايفين وابدأ اقطعها تقطيع عشوائي، يعني مش لازم تقطيع معينة خالص. وبعد كده هجيب ليمونتين حلوين، اغسلهم كويس جدا، وابدا اشيل الجزء اللي من الناحيه دي والجزء من الناحيه دي، وابدا اقطع الليمونه بتاعتي كده طرنشات مكعبات اي حاجه. المهم ان انا اشيل البذر اللي جواها. طبعا انا عايزه اقول لكم الوصفه دي فيها قيمه غذائيه عاليه جدا جدا. الكرنب اصلا مغذي، فيه فيتامينات كتيره، فيتامين كي، فيتامين سي، مع الليمون كمان. فهي مش مجرد أكلة طعمها حلو خلاص، لا دي أكلة مقوية جدا للمناعة. الليمون كمان الأيام دي حلو جدا في السوق، أصفر كده وناشف. تقدروا تجيبوه، وسعره حلو كمان على قد الإيد. تقدروا تجيبوه وتغسلوه كويس قوي وتشيلوه زي ما هو كده في الفريزر. اما تيجي طلعي الليمونه قبلها كده على الرخامه ب10 دقايق، بعد كده استخدميها. مش هنشيل 10 كيلو ليمون مثلا، هو كيلو بس ينفعنا وقت ايه الزناقات. ومعايا فلفل الوان احمر، فلفلايه واحده برضو قطعتها كده. طبعا برضو الفلفل الالوان مغذي جدا، فبصوا كل عناصر الاكله دي مغذيه. وحبايه كده من الفلفل الحار، طبعا لو مش عايزاه سبايسي بلاش، استغني عنه، حطي فلفلايه رومي بارده. هنزل بقى بعروق الكرنب بتاعتنا بعد ما قطعناها وشرايح الليمون والفلفل في الكبه. وهحط كده معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر، وكمان معلقة كبيرة من الخل. السكر يعتبر عندي مادة حافظة. وبعد كده هبدأ أضرب الكلام الجميل ده كله مع بعض، بس مش عايزين نهريه، يعني احنا عايزين نحس بقطع الكرنب كده والليمون والفلفل. فاحنا مش هنهريه في الضرب، احنا هنضرب ونقف ضرب متقطع، نضرب ونقف لحد ما زي ما انتوا شايفين كده يبقى معايا قطع، مش هريه في الضرب. خدوا بالكم عشان نحس بطعمه كده واحنا بناكله. مش عايزه اقول لكم هي طعمها حلو قد ايه. كرنب الايام دي مالي السوق وطعمه مسكر جدا وسعره كمان حلو. يعني الكرنبايه الحلوه كده تلاقي تبارك الله سعرها مثلا 30 جنيه. فاستغلوا الموسم بتاع الكرنب الايام دي وهاتوه على قد ما تقدروا. زي ما قلت لكم هو مش مجرد اكله طعمها حلو خلاص، لا هو مغذي جدا جدا جدا. مش عايزه اقول لكم فيه كميه فيتامينات ومغذي لدرجه لا تتخيلوا. اقروا كده عن فوائد الكرنب هتلاقوه مليان عناصر غذائيه ومفيد جدا جدا. حطيت برضو معلقه كده كبيره من حبه البركه ومعلقه كبيره من العصفر. طبعا برضو حبه البركه مفيده جدا. وبعد كده هحط بقى مكدوس الكرنب بتاعنا او الملفوف، لان في دول عربية ما بتقولش عليه كرنب، بيقولوا عليه الملفوف، في بطرمان. وبعد كده هنزل برشة من الزيت وهسيبه بره التلاجة كده يوم واحد بس. بعد كده دخليه التلاجة وتاكليه بقى جنب اي اكل بقى. يعني مش عايزه اقول لكم هو طعمه حلو قد ايه، ممكن تاكلوه لوحده، خطير بجد، حلو قوي. انا زمان جدتي الله يرحمها في الشتاء كان لازم الاقي بطرمان مخلل عروق الكرنب ده موجود طول الوقت، طول الشتاء موجود. فكنا نبقى رايحين جايين نفتح وناكل، نفتح البطرمان وناكل منه. طعمه خطير وحلو جدا، وزي ما قلت لكم هو مفيد. وسبحان الله الناس بتاعت زمان كانت بتعمل كل حاجة مفيدة بالبركة كده، من غير ما يعني بالفطرة، سبحان الله، من غير ما تعرف ان فعلا فيها قيمة غذائية عالية. هما كانوا بيعملوا كل حاجة مفيدة وفيها قيمة غذائية عالية بالبركة كده، من غير ما كانوا يعني على دراية ان دي فعلا اكل صحي. هنا بقى خلاص المكدوس بتاعنا جاهز. عايزة اقول لكم ان انا اصلا قبل ما اسيبه يوم بدأت اكل منه كده جنب اي اكل، جنب اي سندوتشات. طعمه خطير يا جماعة.
جربوه هيعجبكم جدًا، سهل وبسيط وما خدش معانا وقت خالص، وبدل ما نرمي عروق الكرنب هنستفيد بيها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للوصفة، واستنوني في وصفات جديدة. مع السلامة.